سلطة الكولسلو أو سلطة الملفوف فعلياً من أذكى السلطات وأسهلها، لأنه ما بتحتاج أي إشي. التكنيك كله بس بالدريسنج اللي رح نعمله كتير مثل المطاعم طعمها وأذكى. بنحتاج لهدول الخضار. الملفوف مثل ما انتو شايفين قطعته شرائح، والجزر بالمبشرة برشته، وحطيت طبعا ذرة. هاي إضافة إذا ما بدكم إياها ممكن تستغنوا عنها، بتعطي بس نكهة الحلاوة. وللناس اللي بتمشي على دايت هاي ممكن تشيلوها. هون أهم خطوة بعد ما قطعت الخضار كتير منيح، ممكن تقطعوا الملفوف مكعبات. بنرش رشة من الملح والليمون لحتى تنزل عصارة الملفوف ويصير أطرى ويشرب كل الصوص. هون أهم تكنيك برضو بنعملها لحتى يعطي الطعم يلي كتير مثل المطاعم. فعليا طلع طعمها كتير زاكي، جربوها وعضمانتي. بعد ما نحرك كتير هاي السلطة منيح حتى تتجانس المكونات، وبنرش كمان مرة الملح. بنخليها في الثلاجة مدة 2-3 أو يوم كامل لحتى تنزل العصارة، وبنصفيها. هون بنحضر الصوص. أهم إشي مايونيز، علبة مايونيز صغيرة، وإذا بدكم طبعا للدايت تكون بنستعمل المايونيز اللايت، كتير بيكون أخف من هاد. والمهم هون لحتى نكمل الصوص بنحتاج لبن، نحتاج كمان تتبيلة من البهارات الزاكية. هون تقريبا نحتاج 1/3 كوباية من اللبن. وانتو هون بتتحكموا بالكثافة زي ما بتحبوها، صوص تقيل ولا يكون خفيف. انتو هون بتضيفوا الكميات، لكن هاي مقادير الستاندرد. لكن أنا ضفت برضو عليها بالأخير لبن حتى تعطيني القوام الأخف، بحبها شوي خفيفة. وبحتاج كمان 1/3 كوب من الحليب. هون برضو إضافة كتير زاكي لحتى يطلع الصوص كتير خفيف مثل ما حكيت لكم، ويتشربه ويطلع كتير زاكي. بنضيف هون الخل لحتى برضو يعطيها الحموضة الطيبة. وكل المقادير رح تشوفوهم. هون حطيت 2 معلقة من الخل الكبار. وبعدين هون بنصير نبلش نضيف بالمكونات برضو المهمة الثانية، مثل بنضيف الليمون بتكون عصرة، مثلا معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة زي ما بتحبوا الحموضة، كتير ممتاز. وهون مكون كتير مهم، بحط بودرة البصل. بإمكانه في ناس يحط البصل العادي، لكن أنا ما بحبها، بحط بودرة البصل تطلع أخف الطعمة وأطيب بكتير صدقاً، بتغير طعمها. وبضيف هون كمان شوي من السكر، ممكن تستغنوا عنها لحتى تمشوا بالروتين الصح، لكن هون إضافة بسيطة. أو تستخدموا مثلا سكر ستيفيا برضو بصير، لتنتبهوا على سعراتكم. وهون بنضيف كمان رشة من الملح لحتى تعادل الحموضة والملوحة كلها مع بعض، طعم الحلاوة. بنضيف فلفل أسود أو فلفل أبيض زي ما بتحبوا، برضو بتعطي إضافة كتير طيبة. وهيك يا جماعة جهز معنا الصوص. شايفين ما أسهله؟ كتير سهل. نخلطه كتير منيح، نمزجهم مع بعض ميكس. بنحطه بالثلاجة ليبرد. وزكاة السلطة يكون الدريسنج بارد والخضار باردة، بس بوقت التقديم بتطلوهم وتخلطوهم، أو بإمكانكم تخلطوهم مع بعض بعد ما يبردوا الاثنين، وتحطوها بالثلاجة مخلوطة وجاهزة وهي باردة. بس اللهم لما بدكم تقدموها بتحطوها وبس. وهون حبيت أفرجيكم المي اللي نزلت من الخضار. فعليا هاي المي اللي نزلت أنا بيته ليلة كاملة، وهاي نزلت منه، وهيك صار شكل الخضار ممزوجة مع بعض. هون بضيف الصوص. وهون مهم تتغلغل الصوص جوا الخضار، ضلكم تحركوا لأنه الملفوف طبيعته ما بيتشرب كتير الصوص، فبده كتير تحريك لأنه ما في كتير مي، فبتحركوها. وإحنا هاي الخطوة عملنا نشفنا المي منه لحتى تتشرب الصوص وتاخد نكهة الصوص مش النكهات التانية. فهون ضروري نحرك كتير منيح. وأصدقائي ما تنسوا تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب للقناة لحتى تستفيدوا. ونكمل الوصفة. وهون بنبلش نضيف الخضار اللي تركناها، مثل الذرة حطيتها على جنب وضفتها معها، وببلش أخلط برضو كتير منيح. وبعد ما نخلطها كتير منيح بتكون هاي السلطة جاهزة، ما بدها أي إضافات تانية. وإمكانكم هون تتحكموا زي ما حكيت لكم بكثافتها، تضيفوا شوية حليب إذا بدكم تخففوها إذا حسيتوها كتير تقيلة، أو شوي من اللبن الزبادي، كتير بيكون زاكي كتير طيبة.
وهاي السلطة أكتر إشي بتليق جنبها يكون دجاج كتير طيب. وهيك بكون الشكل النهائي بعد ما خلطنا السلطة كتير منيح وبعد ما بردت تماما. أصدقائي ما تنسوا الفولو، اللايك، الشير للقناة لحتى تكبر عيلتنا ونستفيد كلنا من بعض. سلام.